انتوا فاكرين بوابير الجاز؟ بوابير الجاز ياما جدتي وجدتك عانت ان هم عملوا لنا الاكل، وامي وامك عملوا لنا اكل عليها زمان كتير، وكانت حاجه كويسه. وده كان بقى يعني قبل البوتاجاز وقبل انتشار وسائل الطهي زي الميكروويف والحاجات دي كلها، وقبل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل اللي الحمد لله يعني التكنولوجيا دي وفرت علينا كتير. هناخدكم بقى جولة كده ونرجع بيكم لزمان ونشوف بقى بوابير الجاز وكانت يعني الدنيا ماشية ازاي. بابور الجاز يا جماعة كان شكله حاجة تفرح، ولكن النهاردة يعتبر تحفة فنية. الناس النهاردة بتشتري بوابير الجاز تحفة، يحطه كده في النيش ويقعد يتفرج عليه، يفتكر بقى ايام اللمة وايام جدتي وجدتك واخويا واخوك واللمة الحلوة كده والاسرة المصرية زمان. الكلام ده انا بتكلم حوالي يعني من 30 سنة. والبابور يا جماعة كان شكله يعني شكله حلو جدا لدرجة ان انت تقعد تتأمل فيه. مش هقول لك بقى كمية المعاناة بتاعت اهالينا وان الوش اللي كان بيعمله والدخنة والدخان، ولكن كانت حاجة لذيذة وحلوة. انت فاكر النفس؟ فاكر لما كنت تقعد تدي الوابور نفس عشان يطلع الجاز بتاعه؟ الله يا جماعة على الايام، كانت ايام جميلة جدا والله. طيب النهارده بقى كده هنشوف وهنرجع بيكم ذكريات قديمة جدا، ونشوف بقى ازاي كنا بنولع بابور الجاز. في البداية كنا بندي بابور الجاز ده نفس، وبعدين بتولع بقى الكبريت، وخد عندك بقى يعني حوالي من دقيقتين لتلاتة ان هو يستعيد يعني ياخد الشعلة بتاعته اللي انت شايفها دي عشان تقدر تحط عليها الاكل وتطهي الطعام بتاعك. لكنها كانت ايام جميلة وايام حلوة وبتفكرنا بلمة، ويعني الناس زمان واهالينا النهاردة وكل الناس بتدور على اللمة بتاعت زمان. والنهاردة بقى كل اخ في حاله ومحدش له دعوة بالتاني، ولكن الايام ده هي بتفكرك باللمة الحلوة وسط اهلك بقى ووسط والدتك، وكنا بنتدفى عليه وكان له استخدامات كتير. المعاناة بقى وقتها كان على حصول الجاز. زمان عربية الجاز كانت بتلف في الشارع وبينده جاز جاز، والناس بتنزل تشتري بصفيحة الجاز. او في ناس كتير بقى كانت بتروح يعني مصانع الجاز زي كوبانية الجاز والكلام ده كله. طبعا انا معرفش الناس اللي بتشاهدني حضروا الكلام ده ولا لأ، ولكن يعني الموضوع كان يعني ايه، له لذة كده وله حلاوة كده. ياما استخدمنا البوابير في الدفا في عز الشتاء، كنا بندفي نفسنا ونتلم حواليها ونقعد بقى يعني ايه، نقعد نقلي شوية بطاطس ونقلي لب البطيخ والحاجات الحلوة دي. النهارده بقى كده يعني الفكرة بقى كده في إبرة بابور الجاز. الإبرة دي يا جماعة يعني كان ليها استخدامات حلوة قوي بصراحة يعني. بابور الجاز ده كان ساعات بيعوز يتسلك لما يكون الجاز بتاعه مسدود او حاجه، الفونيا او مش عارف بيقولوا فونيا تقريبا. فانت كنت بتسلك بالابره بتاعه الجاز دي بتاعه البابور دي، بتسلك بيها عشان تديك الشعله بتاعتك، او بتضخ الجاز بتاعه فبتشوف شعله. وبعدين البابور ده انا كنت بشوف فيه يعني الشعله الحمراء والشعله الخضراء، والنار بتاعته كانت حلوه، يعني النار فرشه كده وكويسه وحلوه، وكانت حاجه يعني مش هقول لك بقى يعني. بنسلك اهو. فاكرين يا جماعه لما الوابور كان كان يعملها ويتسد مننا ونقعد نسلك، وتروح بقى تدور على ابره بابور جاز وتلف عليها، ولكن يعني كانت موجوده في كل حته. لا انا عايز اقول حاجه، ان بابور الجاز ده يعني شكله يا جماعه اللون النحاس اللي هو يعني مفتقدينه النهارده، اللون النحاسي الحلو كده اللي تحس ان النهارده فعلا الناس بتعتبر بابور الجاز دي تحفه فنيه. كتير من الناس ونازل بقى بوابير جاز كتير جديده، لكن يعني واخده لون النحاس اللي هو الجديد، مش زي النحاس بتاع القديم. على فكره الفيديو اللي احنا بنشوفه ده دي آلية بطاطس صوابع. يعني هناخد بقى كده هنشوف معاناة اهالينا كانوا ازاي في عمل البطاطس ده، وان احنا هنقلي شوية بطاطس على الوابور ده ونشوف الدنيا ماشية ازاي. كل ده يا جماعة عدينا حوالي مثلا 3-4 دقايق ولسه بنولع وابور الجاز وعشان نقدح الزيت، ويعني قصة كبيرة كده، لكنها كانت ممتعة كده. كنت تحس كده ان اللمة واهالينا واخواتنا واحنا طفولتنا بقى كده، ما عشنا طفولتنا
كنا قاعدين وملمومين حوالين والدتنا كده ومستنيين بقى يعني البطاطس تطلع من وابور الجاز ده. هو مفيش فرق بين النار، يعني الناس اللي هتقولك الطهي على الوابور كان افضل وكان صحي وكان، لا مفيش الكلام ده النهارده. يعني اهم شيء ان انت الزيت يقدح كويس، وهنشوف مع بعض. البطاطس اهي بحلاوتها بقى متقشرة وبتتسقط بقى في الوابور بقى كده. ومش هقول لك بقى عن كمية الوش اللي كان الوابور ده بيعمله ساعتها. كان ممكن تحس يعني وش، بعد مش هتحس ده لما تطفي الوابور الجاز ده وتحس بقى ان ودنك بتصفر كده ان انت كنت قاعد في يعني في وش. لكنه كان اختراع بسيط وعدى بينا مرحلة زمنية واستخدمناه كلنا في بيوتنا، ومفيش حد ينكر ان وابور الجاز اتربينا عليه وعاش معانا سنين حلوة جميلة، وكانت يعني تعتبر من افضل ايام حياتنا. بص بقى البطاطس شكلها جميل ازاي. يعني انا مش هقول لك انا بقى البطاطس يا سلام، والنار بتاعته شايف الشعلة، شعلة الوابور يا جماعة. كانت حاجة كويسة جدا والله. لكن كان في مشكلة في بوابير الجاز ان هي كانت بتسود الحلة، يعني بتهبب الحلة بتهبب سقف البيت. بص اللون النحاسي كده اللي تحس كده والفونيا والكباس والنار ويعتبر النهارده تحفة فنية بجد تحفة. البطاطس بقى كده شكلها الجميل في شوية الزيت بقى كده، لا وحتى الطبق، يعني الطبق ده من سنين، طبق الألمونيا بقى بتاع جدتي وجدتك. يعني بص ال ال تحس كده ان انت يعني رجعت بالزمن 30 سنة ورا. لا وحصيرة البوص، انت واخد بالك بحصيرة البوص اللي ورا دي والحصيرة اللي تحت دي برضو، تحس كده حاجات انت رجعت بيك. يعني فكرتنا بجد باللمة الحلوة وبأهالينا الناس الطيبين، وزمن الناس البسطاء اللي هم عاشوا بقى كده في البيوت اللي بالطين، وكان وابور الجاز اللي بيقعدوا يتلموا عليه يتدفوا في الشتاء ويعملوا عليه الأكل ويعملوا عليه كل حاجة. كل ده يا جماعة يعني احنا مستنيين شوية البطاطس يتقلوا زي ما انت شايف. لا والطبق ايه، يعني شايف الطبق الزنج ده ولا كان اسمه ايه الابيض ده اللي هو بتاع زمان ده بتاع جدتي وجدتك. الحاجات ده يا جماعة احنا ممكن نلاقيها في المطابخ بتاعت اهالينا، لكن ما اعتقدش ان الحاجات دي موجودة دلوقتي. وبور الجاز طبعا حاجة يعني فخمة وحاجة عظيمة، وبصراحة يعني من افضل الحلقات اللي انا بقدمها دي، لان بسترجع ذكريات صراحة عشتها مع اهلي وعشتها مع ناسنا الطيبين والناس الكويسة والناس الحلوة. وصراحة يعني تدوق كده البطاطس من الوابور ليها طعم تاني. بص الفونيا والنار وحاجة كده، يعني مش هقولك، يعني هو كان حاجة تحفة فنية النهاردة. البوابير دي بتتباع النهاردة في الأسواق. طبعا سعر الوابور عدى حوالي 500 وفي ب1000 جنيه جديد، لكن يعني ما اعتقدش ان النحاس بتاعه هو النحاس بتاع زمان. هو عادوا تدويره مرة أخرى وتم صناعته. وطبعا الكنكة بتاعت السبرتاية بتاعت شفت النفس فاكر وانت بتدي نفس كده وسامع صوت النفس كده، يعني اسمع كده صوت النفس بيرن في ودنك. صوت نفس البابور ده الكباس ده ولا كنت بتديله نفس، تحس كده ان هو بيرن في ودنك، بيرجعك يعني 30 سنة ورا. النهاردة بدأ تصنيع بوابير الجاز مرة أخرى والسبرتاية بتاعت القهوة والحاجات دي، لكن بشكل جديد، والنحاس اللي هو الجديد اللي هو يعني مش النحاس الأحمر بتاع زمان ده. طبعا يعني حاجة بص تحس كده ان انت يعني في مطبخ جدتك من حوالي 30 سنة. وبصراحة يعني كانت حاجة كويسة واللمة حلوة. هنشوف مع بعض البطاطس، لا وكبريت بقى كده ودنيا بقى كده وطبق، يعني الحاجات دي كلها حاجات قديمة وحاجات بتفكرنا يعني بالناس الطيبين اللي راحوا. وإن عادوا لنا الديار فمن يعود لنا الأهل. يعني حتى لو رجعت بالزمن لعصر جد وجدتك وتكاد تكون موجودة البيوت أهالينا اللي بالطين والكلام ده كله، لكن ناسها راحوا فين؟ ناس خلاص يعني ربنا افتكرها. بيطلع
البطاطس، الله يا جماعة، الله يا جماعة على الحاجات الحلوة بتاعت زمان دي. بجد يعني انا سعيد جدا ان انا يعني بشوف الحاجات بتاعت زمان دي. افتقدنا يعني المشهد ده والمناظر الكويسة دي وصوت رنة البابور ورنة الفونيا والكباس والحاجات دي كلها. لكن انا يعني دلوقتي ما اعرفش في ناس بتصلح البوابير دي ولا لا، بس اكيد وواضح ان البابور ده ملحوم وفي شوية لحمات كده بسيطة كده. الله يرحم بقى الناس بتوع زمان اللي كانوا بيصلحوا البوابير دي. طبعا يعني بص شكل البطاطس، بطاطس يعني بطاطس حاجة يعني فارم، بطاطس فارم، مش هقول لك بقى شغل مطاعم بقى والشغل كويس جدا. شايفين يا جماعة البطاطس؟ لا والطبق بتاع زمان بتاع جدتي بص يعني دي بطاطس فارم، مش هقول لك بتاعت النهارده كده. يعني واضح من البابور اهو ان في لحام بتاع زمان كده. وده المنظر ويعني الشكل حلو جدا وفكرنا رجعنا بسنين ورا كتير. انا بستعيد ذكرياتي معاكم في الحلقة دي، وبجد يعني انا سعيد ان انا بقدم حلقات من جديد برنامج اهل الخير واهالينا اللي كانوا كويسين والناس الطيبة والناس اللي رحلوا كده، رحم الله من مات وبارك في من هو على قيد الحياة. انا بشكركم جدا على متابعتكم ليا، وشكرا، واستنوني في حلقات جديدة ان شاء الله جاية. شكرا لكم والى اللقاء.